السلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ الأمور هانية؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. اليوم مع شيوة جديدة ومع أكلة جديدة في قناتي وقناتكم تسنيم الوردي. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ الأمور هانية. اليوم عندنا شهوة جديدة وأكلة جديدة. اليوم عندنا شوربة صحية ولذيذة كلها فوائد، بدون مواد حافظة، بدون مواد صناعية، لذيذة صحية منعشة. العشاء كتجي خفيفة ورائعة ولذيذة. كما كتشوفوا اليوم عندنا البلبولة. ها هي البلبولة الغليظة، ماشي رقيقه وماشي الميين، عندي الغليظه. هاهي نزيد نبين لكم مزيان. ها هي الغليظه. عندنا البلبوله تقريبا هنا شي رابعه ديال البلبوله. عندنا كذلك قزبر ومعدنوس. عندنا كذلك البصله مبشوره او محكوكه. عندنا العطريه، بزار، سكينجبير، ضامه البنه، فقط اللذه اللي بغا يضيفها، ما بغاش هو حر. كركم، ملحه وقزبر حبوب. عندنا طماطم مركزه كما كتشوفوا، واكيد اكيد زيت الزيتون باش كيعطي الشوربه ديالنا لذه ومذاق. الشوربه ديالنا اليوم سيداتي سادتي اليوم صحيه ولذيذه وفي المتناول، سهله وبسيطه، توجديها في اي دقيقه توجد. ما تحتاجش وقت بزاف في الطياب. خليكم معايا اليوم على طريقتي الخاصه غنوجدوا هاد الشوربه ديالنا صحيه ومنعشه. بطبيعه الحال نتوما عارفين فوائد القمح يعني هذا راه القمح مدقوق. القمح مدقوق هو هذا على هذا الشكل. القمح مدقوق كيعطينا هاد الحجم هذا، كيولي على هذا الشكل. كنديروه شوربه كيجي رائع صراحه وصحي ولذيذ. اول حاجه غنديروها دابا، نديرو البصله ديالنا المحكوكه هكا، باش غنضيفو عليها زيت زيتون. ها هي زيت زيتون، ها هي. ونديو هاد الشيء هذا يتشحر لينا مزيان ويطلق لينا البنه ديالو والمذاق، وعاد نرجعو معكم باش نضيفو المكونات الاخرى. سيدي رجعت معكم. ها هي البصله ديالي تشحرات مع الزويته، لقات داك البنه والمذاق ديالها. دابا اش غنديرو المطيشه ديالنا المركزه هكا، نحركو تحريكه بسيطه باش المكونات يتمازجوا لينا مع بعضهم هكا بهذا الشكل هذا. صافي دابا غنضيفو العطريه ديالنا. ها هي وكل شيء. كذلك غنديرو الربيع ديالنا، ها هو الربيع. صافي نحركو مزيان تمزجوا لينا المكونات هكا. صافي وغنضيف كذلك البلبوله ديالي. ها هي صافي دابا واجده. نخليها شويه تاخذ لينا مع بعضياتها المكونات وتنسجم مزيان. صافي دابا نرويو. مرويت رجعت لكم. ها هو رويت الماء الكافي اللي غطيب لينا فيه الشوربه ديالنا. ها هي الشوربه ديالنا واجده. دابا نغطيو عليها ونخليوها طيب على مهل العافيه كما كتشوفوا. ها هي شميعه عيب بشويه بشويه تطيب لينا وتوجد، ونرجع معكم ونوريكم ملي وجدات الشكل ديالها كيفاش ولا. جربوا هاد الشوربه هذه كتجي رائعه ولذيذه وصحيه، خصوصا في الايام ديال البرد. كتدفينا كتعطينا دفى، خصوصا ملي كتكون سخونه. وصحيه كذلك. عارفين فوائد الشعير او القمح، راكم عارفينها فوائده كثيره وصحي للجسم ديالنا وصراحه. وكتجي خفيفه العشاء، خفيفه ظريفه، ما كتقلش لينا على المعده ديالنا، وكتجي لذيذه. جربوها وما تندموش. بكم من جديد، رجعت لكم من جديد. ها هي الشوربه ديالي كطيب على مهل وبشويه عليها. ها هي باقا ما طابتش ليا. ها هي جيت نوريكم يعني كيف ولات. ها هي كطيب، دخلها الطياب شويه كتجي رائعه وفنه ويا سلام ما تشبعوش منها.
جربوها بهذه الطريقه كتجي روعه 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 روعه، ما نقولش لكم عليها. نخليوها طيب، مازال شويه باقي خصها طيب، نطيبها شويه وملي طيب نرجع معكم باش نوريكم النتيجه النهائيه. فضلا وليس امرا، كومونتير، جيم، بارطاج، باش تعم الفائده وتوصل هاد الشوربه اللذيذه المتواضعه للناس كاملين اللي كيحماقوا على الشوربات واكلات صحيه. خليتكم على خير ومع السلامه. مرحبا بكم من جديد. ها هي الشوربه ديالي كي كتجي، يا سلام، كتجي رائعه وزوينه ولذيذه وبنينه وخاتره. ها هي كتعقد وكتولي خاتره. جربوها ما تندموش، وخليتكم على خير ومع السلامه.